يا مرحبا بكم في المؤتمر الأول من بعد التحرير، مؤتمر السادة الهاشمية مثقفيها ووجهاءها من قبيلة السادة النعيم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وخير ما نبتدئ به مؤتمرنا هذا مثقفي قبيلة السادة النعيم، وعنوانه الوحدة والبناء بآيات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والآن الكلمة لراعي الحفل رئيس المجلس الأعلى لقبيلة السادة النعيم أحمد إسماعيل الشيخ حمود، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبناء العم جميع. حللتم أهلا ونزلتم سهلا في محافظة حلب الشهباء المحررة. نرحب بمثقفين ونواب قبيلة السادة النعيم بمؤتمرها الأول للوحدة والبناء. نرحب بأبناء عمنا آل درعا، أهل الغنيطرة، أهل دمشق، أهل حمص، أهل حماة، أهل إدلب، أهل حلب، أهل الرقة، أهل دير الزور. الحمد لله أبناء عمنا توافد تلبية لهذا المؤتمر من كافة المحافظات. حياكم الله أبناء العم. ونحن كقبيلة سنكون دعما وسندا لكم لتكونوا نواة البناء لهذا البلد الجريح، سوريا الحرة، لتكون إن شاء الله تأخذ دورها كما كانت وأحسن. حياكم الله أبناء العم، ميت السلام بكم وأهلا وسهلا بالجميع. مع الصالح المصلح فضيلة الشيخ محمود حماد الشيخ، الذي لم يترك محفلا من محافل المحرر إلا وحضر صلحا أو إصلاحا بين العشائر والقبائل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأحبة، القبيلة ليست للتفاخر، القبيلة للتعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مؤتمرنا هذا بعنوان الوحدة والبناء. النظام المجرم فرق القبيلة، فرق العشيرة، فرق العائلة، فرق البيت الواحد، فصرنا أعداء في أفكارنا، في مجتمعاتنا. واليوم أنتم جميعا مدعوون
للوحدة والبناء. هذا يقع على عاتق الجميع أن نتوحد لنبني. بدون الوحدة لا يحصل البناء. ولذلكم باسمكم جميعا أشكر قبيلة السادة النعيم، وعلى رأسها شيخ القبيلة أبو إسماعيل، على هذه الدعوة الكريمة التي من خلالها نعطي صورة لوحدة القبيلة والعمل على بناء ما هدمه النظام المجرم. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الصحابة صورة ما أروعها من صورة عندما جاءه عكرمة ابن أبي جهل. عندما جاءه عكرمة قال النبي لأصحابه: لا تذكروا أباه أمامه بسوء، جبرا لخاطره، تقديرا لمشاعره. فالقبيلة أيها الأحبة هي من أجل أن نتوحد، أن نتعارف، أن نبني، أن نضع أيدينا بأيدي بعض، من أجل أن نعلن بصراحة أنه لا إله إلا الله. لم يبقى عندنا عبادة للطواغيت، لم يبقى عندنا نحن الثوار الأحرار، لم يبقى عندنا تقديس للأشخاص، التقديس للعمل، وكلنا يعمل، وكلنا في موقعه، وكلنا بحسب ثغره. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالكم جميعا، وأن يجعلنا أهلا للأمانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا فضيلة الشيخ محمود حماد الشيخ خير الجزاء. قبيلة السادة النعيم التي لم تترك ثغرا ولا جبهة إلا كانت هي من الأوائل، وقدمت الشهيدة والشهيد والمصابة والمصاب. والآن كلمة الثائر الحر الذي لا تفتر همته أبدا من محفل إلى محفل، وقبل التحرير من جبهة إلى جبهة، مع الدكتور عبد المنعم زين الدين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا. آثرت أن أحضر هذا اللقاء الطيب رغم أني على سفر إلى دمشق، ومن ثم إلى قطر. عندي مشاركة بعد يومين في برنامج الاتجاه المعاكس. كنا ظانين انه انتهينا، حاج معك في برنامج، لكن انتهينا من شبيحة النظام. بقيان عنا دعاة التقسيم اللي بيشتغلوا على تقسيم سوريا، فهدول بدهم ايضا مناظرة، وبدهم ايضا ضحك للاوهام والاكاذيب اللي عم بيسوقوها لشعبنا. على كل حال، في هذا اللقاء الطيب المبارك أشكر كل من لبى الدعوة وأصحاب الدعوة الكريمة التي عنوانها بناء هذا البلد، تعاضد أهل البلد. مهما كان انتماؤنا، جفلت الناس إذا روح أنا والي أن عنده. مهما كان انتماؤنا للقبيلة وللعشيرة، نحن يجمعنا دين واحد، دين الإسلام. يجمعنا انتماء لهذا البلد، سوريا الحبيبة التي ضحينا من أجلها حتى أسقطنا فيها نظاما إجراميا كانت تدعمه كل قوى الشر. والآن أمامنا معارك كثيرة. معركة توحيد سوريا، لن نسمح بأقاليم انفصالية، لا بشمال شرق سوريا ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا في أي مكان. هي سوريا موحدة لكل أبنائها، لكل شعبها، لكل طوائفها دون تمييز.
ودون أن يكون هناك مشاريع وأجندات خارجية. هذا لن نسمح به. الرقة ستحرر والقامشلي والحسكة بإذن الله، وأهلها راح يرجعوا لإلها رافعين رؤوسهم. أهل المنطقة الشرقية ما قصروا مع كل أبناء سوريا، دماءهم سالت في كل الجبهات، في حماة وحلب وإدلب ودمشق وكل مكان. واجب أن نكون معهم حتى ترجع لهم ديارهم ومدنهم وقراهم محررة، ويفرحوا مثل ما فرحنا. ما يمكن يكتمل فرحنا ونصرنا إلا بتحرير كامل سوريا وعودتها موحدة. وأما المعركة الثانية فهي معركة البناء. أمامنا مهمة عظيمة إنه نبني ما هدمته العصابة البائدة. العصابة البائدة دمرت الإنسان قبل الحجر وقبل الشجر وقبل البنيان، دمرت الفكر والمبادئ والقيم والأخلاق في مجتمع كامل. فعليكم وعلى النخب جميعا تقع مسؤولية إعادة بناء ما دمرته العصابة البائدة لأجيالنا ولأبنائنا ولمجتمعنا في كل المحافل. نحن لدينا قيم نفاخر بها، ولدينا مبادئ نرفع الرأس بها عاليا. نحن أهل الشجاعة وأهل التواضع، نحن أهل الكرم، ونحن أهل البذل، ونحن أهل الصبر، ونحن أهل تحمل المسؤولية. فكونوا كما عهدناكم، وكونوا كما كنتم في معركة هدم العصابة الأسدية البائدة وذيولها وحلفائها أقوياء ومبدعين وناجحين. الآن في معركة البناء أيضا هي بحاجتكم، ولن يبني هذا البلد بأمانة وصلابة وقوة مثل الأحرار الثوار الذين شاركوا في معركة الهدم. هم أولى من يؤتمنون على مفاصل الدولة وعلى مفاصل الوظائف وعلى مفاصل الإعمار كي يعيدوا بناءها وفق ما بذلنا من أجله، وفق ما تصورنا سوريا الجميلة وننشدها. من أجل ذلك قدمنا التضحيات. سوريا بلد نطمح أن يكون مثال في العدل والحرية والكرامة والجمال والتطور والتآخي والبناء واللحمة بين أبنائه الأحرار. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الدكتور عبد المنعم زين الدين خير الجزاء، ما شاء الله عليه. نراه تارة في إدلب، تارة في مظاهرات دير الزور، تارة في مظاهرات الشمال السوري، لا يفتر أبدا. فنسأل الله أن يزينه بعافيته. الكلمة مع مؤسس الجيش الحر الذي أصيب في معارك عدة، نسأل الله أن يكتب أجره، مع أخينا العقيد رياض الأسعد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتشكر الشيخ أبو إسماعيل والقائمين على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأتوجه بالتحية لجميع الحضور، جميع الذين لبوا هذه الدعوة من كل مناطق سوريا. طبعا هذا اللقاء يعقد تحت كلمتين خفيفتين ولكن الحقيقة ثقيلتين على الجميع. الوحدة اليوم هو مطلب الجميع. نحن بحاجة الوحدة التي تجمع صفوفنا وتوحد كلمتنا حتى نتصدى لكل المشاريع الانفصالية والمشاريع التي تحاول هدم سوريا اليوم، تحاول هدم ما حققه ثوار وأحرار الشعب السوري. هذه الوحدة، كم نحن اليوم بحاجة إلى هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات وهذه الندوات
لإعادة بناء الثقة وإعادة وحدة الصفوف وإعادة وحدة الكلمة. البناء شيء عظيم لسوريا، لأن ما هدمته العصابة الأسدية الباردة هو شيء كبير جدا. دمرت الإنسان قبل الحجر والبشر. نحن اليوم بحاجة بناء الإنسان من جديد، وهذه مسؤولية كبيرة على الجميع وخاصة المثقفين. الجميع يعلم بأن فترة 14 عام هناك كان في ضغط لتدمير الإنسان، كان على مستوى النزوح، وإن كان حتى الذين كانوا يعيشون تحت وطأة العصابة الأسدية الباردة. اليوم البناء مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا جميعا في بناء الدولة التي خرجت من أجلها الثورة وضحى من أجلها الثوار الأحرار. هناك مسؤوليات كبيرة، البناء الدولة التي كنا نحلم بها جميعا، وما خرجنا إلا لنبني سوريا التي يحلم بها الجميع وتكون في مقدمة مصاف العالم، إن كان على مستوى الثقافة وإن كان على مستوى العمل وإن كان على مستوى الاقتصاد، على كل مستويات الحياة. ذلك اليوم مطلوب من الجميع الآن أن نضع يد بيد وننهض في سوريا الجديدة إلى مستقبل يليق بتضحيات الشعب السوري وشهداء الشعب السوري وجرحى الشعب السوري ومهجري الشعب السوري. هذه التضحيات إن شاء الله لن تذهب هدر. شكرا لكم جميعا وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا خير الجزاء ابن عمنا العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش الحر.